بُص، إيران بوف، وتل أبيب بوف، وأمريكا تِش، والمسيح جاي، والمهدي المنتظر هيطلع، وقصة سعادتك، فأنا جاي أحكي لك اللي حصل يا صالح اليومين دول أو الأسبوع ده، فركّز معايا. شوف يا عم صالح، اليومين دول دايرة حرب إحنا عارفينها كلّنا، وكلّنا عايشين فيها، بعد ما خلصنا الأول كان عندنا روسيا وأوكرانيا، وبعد كده جات غزة، وبعد كده دلوقتي عندنا حاليًا إيران وأمريكا والاتنين اللي جنبينا دول مش باحب أنطق اسمهم يعني، خلاص، فإيه اللي أنا قُلته الهبل اللي في الأول ده، تعالَ أحكي لك يا عم صالح. شوف يا سيدي، اليومين دول آخر الأحداث الموجودة يعني لو أنت مش متابع أو مش حابب أو عايز تعرف القصة كده كأنك قاعد على القهوة، تعالَ اقعد معايا في القهوة، أنا مش جاي أقول لك التفاصيل بالضبط يعني ولكن الحدوتة، لو أنت عايز تعرف بقى التفاصيل روح إيه تابعها يعني. طيب بيقول لك يا سيدي إيه، إن حاليًا ده هاجيب لك من الأول يعني، أول ما جات أمريكا يعني وبتاع، جابت المراكب بتاعتها كده وراحت واقفة كده راكنة عند ناحية إيه، إيران كده والكلام ده كله، وبدأت إيه، تقصف إيران، حلو؟ إيران اتقصفت وراحت إيران قاصفة والاتنين كمان اللي جنبينا دول بتوع تل أبيب دول هم كمان أنا باقولها كده تل أبيب عشان الفيديوهات ساعات بتتمسح يعني، هم كمان راحوا قاصفينها برضه بالطيارات والكلام ده كله، وراحت إيران ملوشة الضرب في البلاد العربية، فاهم؟ السعودية على الكويت على قطر على البحرين تك 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 تك، فاهم؟ لا أنا داخل بُص خلاص غيببت مني، بس مش قصدها طبعًا إن هي تضرب الدول العربية نفسها، ولكن كان قصدها إن هي تضرب القواعد الأمريكية، وكان في حد قبل كده سألني يعني إيه قواعد أمريكية وإزاي موجودة في الدول العربية والكلام ده كله، الخلاصة بتاعة القواعد الأمريكية دي وهو إن أنا بادافع عنك، خلاص، أو بمعنى أدق دي حاجة ليها علاقة بالبترو دولار، حلو، يبقى برضه اسألني في الكومنتات لو أنت حابب تعرف أكتر عن القواعد دي والبترو دولار والقصة دي، لأن برضه في حوار داير على إنه أمريكا هتنتهي، في برضه حوار على إن أمريكا هتنتهي يعني، وهابقى أحكي لك برضه الحوار ده، بس تعالَ عشان ما أشتتكش، القواعد الأمريكية دي موجودة علشان في الدول العربية دي علشان الحماية مقابل إن أنت تدّيني البترول وهكذا، في علاقات يعني اقتصادية ودي موجودة أكتر بقى لها من 50، 60 سنة يعني. خلاص ان هو الامريكان ياخدوا البترول والكلام ده كله ويربطوا العمله بالبترول قصه كده يعني، وانا بالتالي ان انا احميك يعني، ولكن اللي حصل كان العكس، اللي هو بدل ما يحميني فاهم جاب قرفه وخناقاته عند اهلا، فاهم، دمرني انا، فاهم، دخلني معاه خناقه ملهاش لازمه، فاهم ازاي؟ وده اللي كان بيسعى اليه دايما كل الرؤساء المصريين، ان هم يا جماعه الخير بلاش نحط قواعد امريكيه، بلاش نحط قواعد امريكيه، ولكن كل واحد برضه كان عنده وجهه نظره يعني، لانه احنا كمان في مصر لما جينا طبقنا في اول مره مع الناس الاثنين دول برضه ما كانش الدول العربيه مستوعبين وكان في خناقات، ففي الاخر يعني هو ولا الناس دي وحشه ولا احنا حلوين ولا احنا وحشين ولا هم وحش ولا هم حلوين، فاهم قصدي؟ كلها انا اسف كل واحد بيشوف مصلحه بلده وحقه، ده طبيعي جدا، ولكن اللي ادى في الاخر بما اننا دول واحده يعني وشعوب واحده، الخناقات طالتهم يعني بدون ما يكون ليهم اي سبب في التدخل ده. طيب ايه الحوار بقى اللي انا قلته بتاع المسيح والبتاع؟ يا سيدي طلعوا لك الامريكان بنظريه كده، احنا رايحين ايران، احنا رايحين، انتوا رايحين ايران ليه يا باشا؟ قال لك احنا رايحين ايران الصراحه عشان بنمهد لخروج المسيح. احلف؟ اه والله. بجد والله؟ اه والله. هو جاي؟ اه والله. ايه الجنان الهبل ده؟ ماشي، طلعت ايران تعلي عليه؟ ما انا اعلي عليه، هو انت انت يعني المسيح جاي لك وانا يعني عبيط قاعد؟ لا طبعا تعالى. وانا كمان برضه انا برضه قفشت، مش عايز اعمل مفاوضات مع الواد المعفن اللي هناك ده عشان انا برضه بجهز لحاجه. بتجهز ليه حضرتك؟ بجهز لخروج المهدي. مين يا معلم؟ المهدي يا معلم. مهدي مين يا معلم؟ مهدي منتظر يا معلم. اه واضح كده ان احنا داخلين على ايه؟ خيال علمي، فاهم؟ وكل واحد ايه بيستهبل التاني، وانا قاعد اسمع والله بجد والله. ماشي يا عم ماشي، انت استنى المسيح وانت استنى المهدي، تمام تمام قشطه خلاص، وانا داخل الجنه يعني طالما احنا هنقضيها كده يعني. المهم دي كانت الاخبار يعني، فاهم؟ انا كده كده باجي انقل لك اللي حصل يعني. ده عبث ديني وعبث بقى ان هو بدأوا كمان يشرحوا للجنود، قال لك بقى بدأت القوات الامريكيه والقوات اللي هي بتاعت الاثنين اللي جنبينا دول برضو بيعلموا الجنود من قبل ما يطلعوا عن حرب اسمها حرب هرمجدون او هرمجدون ايا كان النطق بتاعها يعني، ودي حرب اسمها حرب النهايه، اللي هي المفروض في حرب كده يعني يقال ان هي هتبقى الحرب النهايه خلاص اللي ما بين الخير والشر والكلام ده كله. فبداوا القوات الامريكيه ان هم يتزرع في دماغهم هم قبل ما يطلعوا يعني على الحرب دي، ان احنا يا جدعان بقول لك ايه، ولا احنا رايحين، ولا احنا زي الحمله الصليبيه كده، احنا رايحين دينيا خلاص، احنا رايحين نطلع فبنمهد، ولا مسيح يلا مسيح يلا قلبك يلا. اول ما راحوا كده والله والتانيين صدقوا عادي الامريكان الطيارين وبتاع، هم اصلا كده كده بيضحكوا عليهم هناك، خلي بالك يعني، هم هناك حتى لسه شايف فيديو لباسم يوسف يعني، قال لك بص احنا ده الاعلام هناك الامريكي يعني، قال لك بص احنا يا جماعه ده عادي، دي زوبعه صغننه يعني شويه عشوائيه كده، بس في الاول احنا بنخسر دلوقتي بس احنا ان شاء الله هنكسب على المدى البعيد. ده الاعلام الامريكي هناك قال لك احنا بنخسر دلوقتي
عشان احنا هنكسب على المدى البعيد. وهي دي بقى خلي بالك البوم والبوم والتش اللي لسه قايلها لك في الاول، اللي هو ايه اللي بيحصل. بص يا سيدي، اللي ما اتقالش او اللي لسه بادئ يبان على الوش دلوقتي زي القشطه كده بتاعت اللبن يعني، ان تل ابيب دي خربانه زي غزه. والله العظيم ربنا يورينا فيهم اقسم بالله وتبقى انيل، يعني يا ريت تبقى انيل وما يلاقوش حته يقعدوا فيها. يعني أنا بصراحه فرحان بالموضوع ده. بس ليه؟ ايه اللي حصل يعني وازاي ما تصلعوش الكلام ده؟ احكي لك التفاصيل. اللي حصل ان ايران بدات تضربهم بصواريخ باليستيه، وهو ده اساسا الليله الزرقاء او السبب اللي خلى امريكا ان هي تيجي هي واسرائيل، او الاثنين دول ما بحبش انطق اسمهم فعلا، الاثنين دول فعلا ان هم يروحوا هناك بسبب مش النووي ولا الكلام الفاضي ده، لا، لان ايران عندها صواريخ جامده فشخله، خلاص بتطلع فوق ناحيه الفضاء وتنزل لك فجاه، بس تنزل لك واحد؟ لا يا معلم، ينزل لك 12 واحد، الواحد يفتح يبقى 50 واحد، وبالتالي القبه الحديديه او بمعنى ادق نظام الدفاع الجوي الاسرائيلي كان منال 60 نيله مش شغال اساسا، يعني كله نزل ايه تك 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 تك، فالدنيا هناك خربان خلاص، شبه موجوده قطعه من غزه التل لبيب دي اللي هناك. حلو، طيب ايه اللي بيحصل؟ ما حدش بيبين ليه والكلام ده كله، لان اسرائيل طلعت قانون قالت لك اي حد اسرائيلي، شوف اي حد، وده اسرائيل مش يعني مش هقول لك عربي، لا ده اي حد منه هو، خلاص هيطلع فيديوهات او يصور حاجه حبس 5 سنين. ده هو اللي منه هيحبسه 5. انت بقى فيك ايه؟ فاهم؟ انت لو عارف يعمل لك مرقه دجاج ماجي فهيعملها، فلو نزل منك اندومي هينزل. فاهم ازاي؟ فيا باشا انا ما اخسرش، هو بالنسبه له عايز يبين للدنيا والعالم كله انا بخسر، انا نيتن لكن انا ما اخسرش، انا نيتن بس خلاص. وبالتالي التش بقى كانت ايه؟ التش انه ايران كمان قصفت حامله طائرات لامريكا والكلام ده كله. طيب ايه الخلاصه؟ ايه اللي حصل؟ ايه النهايه؟ حاليا امريكا المفروض بتهوى، او زي ما يقال برضو ده سيناريوهات، انا كل اللي بقولك عليه ده على فكره لحد دلوقتي سيناريوهات خلاص، مش حاجات حصلت، هي توقعات للي جاي يعني. وهو ان امريكا هي اللي هتنتهي اخيرا يعني من العالم، وظهور نظام جديد في العالم. طيب ازاي؟ يعني ايه امريكا تنتهي؟ هو يا باشا ده امريكا دي تقيله قوي على العالم. لا، بيقول لك يا سيدي ان دلوقتي امريكا بدات ان هي او خلصت المخزون بتاعها من الصواريخ حاليا، وراحت الاول خدت بقيه الصواريخ بتوعها، لان هي انت ناسي امريكا كانت بتدعم اوكرانيا بالصواريخ والسلاح بقى لها كذا سنه. حلو الكلام. ولما ده حصل وبعد كده راحت مدعمه الاثنين اللي جنبينا دول ساعه حرب غزه. حلو، فامريكا خلصت المخزون بتاعها من السلاح اللي هو الصواريخ والحاجات دي كلها. فخدت منين؟ خدت من المخازن بتاعه الناتو، حلف الناتو. حلف الناتو ده اللي هو من ضمن الحلف اللي موجوده فيه امريكا يعني، اللي هو اوروبا. حلو، فحلف الناتو كمان خد من عندهم صواريخ، وبالتالي برضو الصواريخ برضو بدات تخلص، وبدا ياخد كمان من كوريا حاليا. المهم يعني ان امريكا اقتصاديا بتتاذي لحد دلوقتي، صرف حوالي 15 مليار دولار من بدايه الحرب. ليه؟ لان امريكا بتدافع بصواريخ غاليه، الصاروخ الواحد ثمنه مثلا 10 مليون دولار، في نظير ان ايران بتضربهم بطيارات صغننه كده وطيارات فاضيه وبتاع ب 50,000 دولار. وخد التقيل دي كمان ايران رسمت لهم على الارض شويه طيارات، والله العظيم والله العظيم ايران رسمت طيارات هليكوبتر وطيارات نفاثه على الارض، رسمتها بعلبه بويه، فاهم؟ جردل كده وعلبه بويه، واخد بالك؟ وراحت رسمه لهم طيارتين على الارض، وجم الامريكان ولاد العبيط راحوا ضاربينها. بعد ما ضربوها قال لك احي دي طلعت رسمه يا صاحبي، طلعت رسمه. غفلونا غفلونا الايرانيين يا ابني. وانت مش فاهم، هو انت يعني عشان انت امريكاني فاسمك ذكي يا حبيبي؟ والله العظيم انتوا اغبى خلق الله، والله بجد. ما علينا عشان بسخن في الموضوع ده. بس المهم يعني ان الحرب دي المفروض ان في كذا سيناريو، من ضمنهم ان هو سقوط امريكا. ليه؟ اقتصاديا الموضوع هنا اغلى بكتير من هنا، مع كمان ان انا ايران اقفل لك البترول، وساعتها البترول يبقى انت اقتصادك هيتاذي، البترو دولار بتاعك اللي انا ما شرحتوش ده من الاول هيتاذي، وبالتالي ساعتها اقتصاد امريكا يقع، واي بلد بتقع لما اقتصادها بينهار مش بالسلاح. وده اللي اسرائيل عارفاه، وده اللي ايران عارفاه. وايران هتبتدي تنفذ المخزون ده او تنفذ المنظومه دي لما تبتدي تاذي السعوديه، لانه اعتماد امريكا دايما على السعوديه والخليج والكويت وقطر والناس اللي هي معاها البترول اللي هو البترو دولار ملزم بيهم يعني. بس دي كانت الخلاصه لحد دلوقتي يعني. فبالتالي لو حابب تعرف تفاصيل اكتر، عايز تعرف امريكا تنتهي ازاي، عايز تعرف ايه يعني ايه بترو دولار، عايز تعرف اي حاجه في الفيديو ده انت ما كنتش عارف عنها اي حاجه يعني، اكتب لي بس في الكومنتات وانا هجاوب عليك. كل سنه وانت طيب، وسلام يا صلاح.